مشاهدينا في كل مكان، طبتم وطابت أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها لكم من الفضائية الارتيان، نستهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. دراسات لمعرفة كميات المياه السطحية والجوفية. توسيع البرامج التنموية في مديرية أفعبت. افتتاح مشروع شبكة بامبي لمياه الشرب بمدينة كرن. جيش مالي يعلن الوضع في باماكو تحت السيطرة بعد هجوم تبناه متطرفون. الرئيس الإيراني يحض روسيا على التعاون ضد العقوبات. حزب الله يتعهد بمواصلة هجماته على إسرائيل بعد تفجيرات البيجر. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. أعلن قسم المياه في وزارة الأراضي والمياه والبيئة عن تواصل الدراسات لمعرفة محتوى المياه السطحية والجوفية. جاء ذلك في مقابلة أجرتها وكالة الأنباء الإرترا إرينا مع السيد سمير رحبتي مدير فرع الأبحاث والدراسات بالقسم، أشار فيها إلى الأنشطة المنفذة في النصف الأول لهذا العام، وذكر بأن إرترا التي تقع في منطقة صحراوية وشبه صحراوية في إفريقيا جنوب الصحراء مواردها المائية محدودة، ويتراوح منسوب مياه الأمطار فيها بين 50 إلى 200 ملم في السهول الشرقية، و400 إلى 700 ملم في الهضبة، و300 إلى 500 ملم في المنخفضات الغربية. وحول محتوى الأودية أوضح بأن إرترا تمتلك 5 مجاري مياه هي مرب قاش وبركة وعنسبة والبحر الأحمر وفجوة دنكاليا وسيتيت، ويبلغ إجمالي تدفق السيول فيها أكثر من 9910 ملم سنويا. وقال إن معظم الأمطار تهطل على التلال والجيوب الجبلية مما يسبب انجرافا كبيرا للتربة، مضيفا أن انجراف التربة جراء السيول خلال فصل الخريف يصل من 600 إلى 6742 طنا من كل كيلومتر مربع سنويا، مشيرا إلى بناء 800 حفير وسد للاستخدامات المختلفة. وقد شهدت السدود التسعة الكبيرة والاستراتيجية في السنوات 15 الماضية. وأوضح بأن أنشطة تنموية الموارد المائية تشمل بناء السدود والخزانات والتشجير وبناء الخزانات الجوفية وحفر الآبار لتأمين مصادر المياه. وسيجري العمل لبناء السدود والحواجز المائية والتشجير، والقيام بدراسات للتعرف على أسباب نقص المياه الجوفية وإصلاح المشكلة وحفر الآبار لسد احتياجات المياه ل60 قرية. أفاد مراسل وكالة الأنباء الإرترا إرينا بأن المواطنين وأفراد قوات الدفاع ظلوا ينشطون في تفعيل مشاريع تنموية بمديرية أفعبت وضواحيها، وقد تم تحسين مشكلة توفر المياه الصالحة للشرب بإنشاء 4 نقاط توزيع مياه ومد 1500 متر من أنابيب توصيل المياه شرق مدينة أفعبت. وأوضح مسؤول ثروة المياه بالمديرية السيد برخت قبر هيوت أن هدف المشروع لتوسيع مدى خدمات توفر المياه يربط خطوط الأنابيب بتلك القديمة التي أوشكت على الاكتمال، ونفذت أنشطة تشجير فاعلة وبناء 7000 متر من المدرجات الحوضية بالإضافة إلى حواجز مائية من الجهة الغربية للمدينة. وقال أعضاء الفرقة 33 من قوات الدفاع الذين يعملون للشهر الثاني على التوالي في أنشطة تنموية مختلفة تهدف إلى الحفاظ على المياه والتربة، مما أدى ذلك إلى انخفاض نسب الانجراف وازدياد نسب المياه الجوفية في المنطقة. وأشاد مدير مديرية أفعبت السيد أحمد محمد نور رجب المشاركة الواسعة لمواطنات المنطقة، مؤكدا جهد الإدارة لحل التحديات التي تواجه الأنشطة والمشاريع التنموية بالتنسيق مع الجهات المختصة. افتتح في 14 من سبتمبر مشروع شبكة بامبي لمياه الشرب بتكلفة بلغت 1,200,000 نوفة. حضر الافتتاح حاكم إقليم عنسبة السفير عبد الله موسى ومسؤولو الإدارة وفرع هيئة المياه بالإقليم. وقد أفاد مسؤول فرع هيئة المياه السيد زرع ولدة سعيد بأن المشروع يتضمن خزان مياه بسعة 300 برميل ونقطتا توزيع
وحملت إدارة الخدمات المواطنين مسؤولية المشروع، مناشدا إياهم التعامل بجدية لإطالة مدة الاستفادة من المشروع. وشكر مدير ضاحية المنطقة الأولى بمدينة كرن الأستاذ محمد خير الدعم الحكومي الفعال لإقامة هذا المشروع، مؤكدا المشاركة الواسعة التي قدمها المواطنون في إنجاز المشروع وجاهزيته للحفاظ على المنشآت ذات الصلة. وأكد السفير عبد الله موسى أن هذا المشروع أنجز تحت سياق توفير مصادر المياه الصالحة للشرب، كونها من أساسيات الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الحكومة، بالإضافة إلى سعي الحكومة الحثيث لتوفير وتقديم الخدمات الاجتماعية كافة. وأشارت تقارير فرع هيئة المياه بالإقليم إلى إنجاز مشاريع جديدة مماثلة في منطقتي هبر صعدة وهبر صليم في مدينة هبر، وفي منطقة قبي ألبو بمدينة حلحل، وفي منطقة قرح بمدينة قلبة، وآخرها مشروع بام بالحال، لتصل 5 مشاريع أنجزت هذا العام. وتوجد مشاريع مناطق حوش وأسندا وأروتا بمدينة أسماط، ومشروع فالحيتو بمدينة حقات، ومشاريع حشلة وحمراء بمدينة كرن، ومشروع معلدي بمدينة عتكرزان، ومشروع حمدي بمدينة علبرعد، بالإضافة إلى مشروع أيبابا بمدينة قلب على قيد الإنشاء. أفاد خبير الصحة العامة في الإقليم الأوسط السيد أدام من قساب لوكالة الأنباء الإرتريا إرينا بأن المراكز الصحية 34 المنشأة على مستوى الإقليم تقدم خدمات طبية ناجعة لمعالجة أمراض الملاريا وكذلك الحمى ومرض الكرفس، وأن تزايد عدد الإصابات هو من علامات التنبيه. وأوضح السيد أدام بأن العمل الجاري للسيطرة على مرض الملاريا يجدي ثماره، مسجلا تحسنا ملحوظا من عام لآخر. ومع هذا على مدراء المديريات وممثلي لجان الصحة العامة القيام لمتابعة أنشطة إصلاح البيئة بجدية وتوزيع الناموسيات في المناطق الموبوءة، ومنها بعضا من ضواحي بريخ وسرجعة وقال نفح ومناطق شمال مدينة أسمرة. وأضاف أنه قد قدمت سيمينارات تنويرية لأكثر من 15,000 مواطن، مناشدا للمتابعة والمحافظة على النظافة البيئية، وكذلك اتباع إرشادات وتوصيات الصحة المناسبة ودفن مصادر تكاثر البعوض. بالإضافة إلى ذلك يجب على الذين يلاحظون هذه الأعراض والإصابة بمرض الملاريا الإسراع إلى المراكز الصحية القريبة لتلقي الرعاية اللازمة وعدم التهاون. وأوصى في الختام المجتمع على دفن أماكن تكاثر البعوض واتباع الإجراءات الوقائية المناسبة، مؤكدا شفاء المرض في حال تلقي العلاجات في الوقت المناسب. استشهد في 17 من سبتمبر الجاري المناضل هبتاب محاري كفلي الذي كان تحت رعاية وزارة العمل والرعاية الاجتماعية، استشهد عن عمر يناهز 73 عاما جراء مرض مفاجئ. التحق المناضل هبتاب محاري بصفوف قوات التحرير الشعبية في فبراير عام 1975، وخدم في مرحلة النضال في القوات المقاتلة ووحدتي الإمداد والزراعة متقلدا مناصب مختلفة. وبعد الاستقلال وقبل تعرضه لحادث مروري أدى إلى إعاقته عمل مسؤولا للثروة الحيوانية في الإقليم، وخدم شعبه ووطنه بكل تفاني وإخلاص. المناضل هبتاب متزوج وأب ل4 أبناء، وقد وري جثمانه الثرى ظهر اليوم 18 من سبتمبر في مقبرة الشهداء بالعاصمة أسمرة. وتعرب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية عن بالغ حزنها لاستشهاد المناضل هبتاب محاري كفلم، وتقدم تعازيها لأسرته ورفاقه المناضلين وزملائه. مشاهدينا فاصل قصير ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. أهلا بكم. على الصعيد العالمي، أعلن الجيش المالي أنه سيطر على الوضع في العاصمة باماكو، مشيرا إلى إحباط عملية قام بها إرهابيون لمحاولة التسلل إلى أكاديمية لقوات الدرك في هجوم نادر تشهد العاصمة وتبناها متطرفون. وأشارت وزارة الأمن إلى هجمات إرهابية استهدفت نقاطا حساسة في العاصمة بينها مدرسة الدرك.
وفي وقت لاحق أعلنت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين المرتبطة بتنظيم القاعدة مسؤوليتها عن الهجوم. وقالت الجماعة في بيان نشرته على قنوات الاتصال التابعة لها إنها نفذت عملية خاصة استهدفت المطار العسكري ومركز تدريب قوات الدرك المالية وسط العاصمة المالية باماكو، ما أدى إلى خسائر بشرية ومادية فادحة وتدمير عدة طائرات عسكرية. وقال الجيش إن عمليات تمشيط جارية داعيا السكان إلى التزام الهدوء وتجنب المنطقة. حض الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان موسكو على تعزيز التعاون ضد العقوبات، وذلك لدى استقباله رئيس مجلس الأمن القومي الروسي سيرجي شويغو. وقال بزشكيان للمسؤول الروسي إن حكومته ستتابع بجدية التعاون والإجراءات الجارية لتعزيز مستوى العلاقات بين البلدين. ونقل موقع الرئاسة الإيرانية عن بزشكيان قوله إن تعميق وتعزيز العلاقات والتعاون بين إيران وروسيا سيسهم في تقليل تأثير العقوبات والإجراءات غير العادلة ضد البلدين. وأكد بزشكيان أن العلاقات بين طهران وموسكو ستتطور بشكل دائم ومستقر. وسلم شويغو بزشكيان رسالة خطية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حسب ما أظهرت صور نشرتها الرئاسة الإيرانية. وتوجه شويغو إلى طهران في زيارة غير معلنة وباشر اجتماعاته مع المسؤولين الإيرانيين بلقاء نظيره علي أكبر أحمديان. تعهد حزب الله بمواصلة هجماته العسكرية على إسرائيل غداة انفجار أجهزة اتصالات بيجر بأيدي عناصره في مناطق مختلفة من لبنان بصورة متزامنة، مما خلف نحو 3000 جريح و9 قتلى على الأقل. وكان مصدر أمني لبناني كبير ومصدر آخر قال إن رويترز إن جهاز الاستخبارات الإسرائيلي زرع كميات صغيرة من المتفجرات داخل 5000 جهاز بيجر تايواني الصنع طلبها حزب الله قبل أشهر. وتكشف التفاصيل عن خرق أمني غير مسبوق لحزب الله أدى إلى تفجير آلاف الأجهزة في أنحاء لبنان. وتعهدت الجماعة المتحالفة مع إيران بالرد على إسرائيل التي ترفض التعليق على الانفجارات. الخبر الأخير في هذه النشرة: أطلقت كوريا الشمالية عددا من الصواريخ البالستية القصيرة المدى في ثاني تجربة من نوعها في غضون أسبوع واحد بحسب ما أعلنت سول. وقالت رئاسة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية إنها رصدت عددا من الصواريخ البالستية القصيرة المدى التي أطلقت باتجاه الشمال الشرقي. وأكدت أن الصواريخ التي أطلقت من شمال بيونغ يانغ قطعت حوالي 400 كيلومتر. بدورها أعلنت اليابان أنها رصدت إطلاق هذه الصواريخ، مؤكدة أن خفر السواحل الياباني رصد سقوط صاروخ في البحر. وسبق لكوريا الشمالية أن أطلقت الخميس الماضي باتجاه بحر اليابان عددا من الصواريخ البالستية القصيرة المدى. ختاما لنشرة هذا المساء، هذا تذكير بأهم وأبرز العناوين. دراسات لمعرفة كميات المياه السطحية والجوفية. توسيع البرامج التنموية في مديرية أفعبت. افتتاح مشروع شبكة بامبيل لمياه الشرب بمدينة كيرون. جيش مالي يعلن الوضع في باماكو تحت السيطرة بعد هجوم تبناه متطرفون. الرئيس الإيراني يحض روسيا على التعاون ضد العقوبات. حزب الله يتعهد بمواصلة هجماته على إسرائيل بعد تفجيرات البيجر.
سادتي سيدات، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة هذا المساء. هذه تحيات وتحيات الفريق العامل، ودمتم في أمان الله.